موضوع حساس يثير جدلا واسعا في المغرب: الحركة الأفروسنترية، أتباعها وخطرها على الوضع الاجتماعي والأمني في البلاد. قد يبدو الأمر ثقافيا بحثا، لكن في الواقع عندما ننظر إلى الوضع في المغرب نجد أن بعض أتباع هذا التيار من المهاجرين الأفارقة جنوب الصحراء تجاوزوا الجانب الثقافي إلى ممارسات تثير الجدل. أولا، مسألة الأمن. ثانيا، تعامل السلطات المغربية. ثالثا، الخطأ الذي ارتكبته السلطات. ورابعا، الأموال التي يتلقاها المغرب من الاتحاد الأوروبي. في النهاية، موضوع الحركة الأفروسنترية في المغرب مرتبط بقضايا أعمق: الأمن، العدالة، الهوية الوطنية، وحتى السياسة الخارجية. الأمر يحتاج لنقاش شفاف يوازن بين حقوق الإنسان وحماية المجتمع. اتركوا رأيكم في التعليقات. هل ترون أن السلطات تدير الملف بشكل صحيح، أم أن هناك تقصيرا وأخطاء يجب إصلاحها فورا؟ ولا تنسوا الإعجاب بالفيديو ومشاركته حتى يصل لأكبر عدد من الناس. بكم في قناة آرك، حيث يلتقي عبق الثقافة المغربية بجوهر التسامح. هنا نروي الحكايات، نكشف الجمال، ونبني جسور التفاهم بين الماضي والحاضر، بين المغرب والعالم. إذا كنت تؤمن بقوة الثقافة، بقيمة الحوار، وبجمال الاختلاف، فأنت في المكان الصحيح. لا تنسى الاشتراك وتفعيل الجرس، لأن رحلتنا بدأت الآن.